كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، وما يخصكم حتى شي خير. اليوم غادي نتقاسم معكم كاب كيك اللي ساهل ماهر في ربشه عين. غادي نجمعوا كل شيء، هاد المقادير غادي نديروهم في الدراب الكهربائي تاع العصير باش نسهلوا علينا يعني الخدمه. غادي نبدا بالبيض. هنايا غادي نقول المقادير وفي نفس الوقت غادي نخدم. غادي نديروا 3 البيضات، الا كانوا يعني صغار ولا متوسطين، الا كانوا كبار غير 2 كافيين. بسم الله على بركه الله. في هذا الدراب تاع العصير غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر او السنيده او السكر الخشن، كيف كل واحد كيفاش كيقول لي. هنايا خديت نورمالمون كاس عامر، انا نقصت واحد شويه، ما تنبغيش السكر بزاف. اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف يقدر ينقص على هذا الشيء كاع. المهم انا نقصت غير شي شويه، ولكن بالنسبه للمقادير كاس عامر. المهم الحلاوه كتبقى على حسب كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو، كاين اللي يبغي الحلاوه كاين اللي لا. هنايا غادي نضيف كاس تاع الحليب، وغادي نضيف كاس ديال الزيت النباتي. كما قلت لكم هاد الكاب كيك غادي يجي ساهل، لان غادي نضربوه في هاد الدراب ديال العصير. غادي نديروا رشه الملح اللي ما كنستغناوش عليها في الحلويات، دائما كتعطينا واحد البنه. هنايا رشه الملح، وغادي نديروا واحد الياغورت اللي يكون نكهه تاع الفاني. انا ملي قلبت ما لقيتش عندي، لقيت عندي هاد التيسويس تاع الدراري صغار. مي المهم ضامن يعني يكون عندكم ياغورت، من الاحسن يكون تاع الفاني. انا غادي نستعمل هذا، ولكن نتوما الا لقيتو تاع الفاني يكون احسن. انا حتى وجدت كل شيء. ملي جيت بغيت نجبد الياغورت لقيت عندي بقى عندي غير هذا، ماشي مشكل غادي نقضيو به. هانتي هاك اللون ديالو ولا ابيض. غادي نخويو في هذا الاناء. بالنسبه للدقيق عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 250 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس. غادي ناخذ 2 كيسان ونص. هنايا غادي نبدا بسم الله. غادي ندير الكاس الاول، ودائما نغربلو، يعني واخا تكونوا يلاه غربلتو عاودوا غربلو. انا عندي الغربال ولكن غادي يجيني كبير على هذا الاناء، ولهذا استعملت غير هذه ديال القهوه. يعني نتوما غتستعملوا اللي كتريحكم واللي غادي تجيكم سهله. وغادي ناخذ 2 الاكياس تاع الحلوى، خميره الحلوى عفوا، حتى هي غادي نغربلها. بالنسبه لخميره الحلوى عندنا 8 غرام كل كيس، هي 16 غرام. غادي نبدا نحرك او غادي نخلط هكا. ودائما كما تنقول لكم يعني الدقيق ما تزيدوش مره واحده او دفعه واحده، بقاو دائما تزيدوا غير بشويه بشويه وتتخلطوا حتى غادي تشوفوا شحال غادي تهز لكم. هانتوما كما كتشوفوا يعني باقي جاري خاص ومازال الدقيق. غادي نضيف هاد النص، غادي نضيف غير شويه ونخلط. هانتوما يعني خاصني نضيفو كامل. كما قلت لكم هي المقادير مضبوطه، 2 كيسان ونص 250. واللي بغى يضاعف المقادير يضاعفهم، بغى يدير مثلا كميه اكبر. هنا غادي نحرك مزيان، وغادي نضيف السكر فاني، واحد الساشيه تاع السكر فاني تعطينا النكهه. النكهه ماشي بالشرط ان نديرو هاد الساشيه تاع السكر فاني. نقدروا نديرو مثلا قشور د الحامض، قشور د الليمون،
نقدروا ننكهوا ميم بالقهوه، يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو وعلى حسب اشنو كيبغي. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو. ناخذ واحد جوج سبيرات وغادي نقص، غادي ندير لا مواتي هنايا او النصف هنايا، والنصف الاخر غادي نديرو في هذا الاناء الاخر. هنايا غادي نضيف الكاكاو والمر، يعني واحد جوج ثلاثه العواشق ديال الكاكاو والمر. هانتوما كما شفتوا هنايا. واللي ما بغاش يضيف هاد الكاكاو والمر يضيف الشوكولات ديب ولا يضيف القهوه، حتى نكهه القهوه كتجي غزاله. وهذا غنخليه هكايا بالفاني. هنايا غادي ناخذ غير واحد هاد لالوش هكا صغيور، وغادي نبدا نصب. غادي ندير غير النص، نشوف سوا غادي ندير الكونفيتير ولا غادي ندير الشوكولات. غادي ندير واحد شويه ديال الكونفيتير هكا، كل وحده غادي ندير فيها شويه ديال الكونفيتير. ومن الاحسن يكون واحد الكونفيتير يعني تاع الماكله، ماشي الكونفيتير تاع هكا. غادي يجي زوين بزاف، سيرتو الدراري الصغار كتعجبهم هاد هكا بالكونفيتير ولا بالشوكولات. غادي نعاودو نديرو شويه من الفوق باش غادي نسدو على هاد الكونفيتير، وما نعمرو غير شويه من نخلو مثلا الثلث خاوي باش يقدر يطلع فيها، يطلع لينا الكاب كيك تاعنا وتجي زوينه. فيها حتى هي. شفتوا ان الفرق ما بين الكيك العادي والكاب كيك هذا شويه خاتر، هانتو كما كتشوفوا ثقيل شويه، هذا هو الفرق ما بيناتهم. باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نقطع حتى نكمل. غادي ندخلهم على في الفران. انا غادي نشعل من الفوق ومن التحت، وغادي نديرهم في الوسط، يعني في الوسط تاع الفران تاع الضوء. اللي عندها الغاز تشعل غير من التحت وتسخنوا من قبل وتشعلوا غير من التحت. هانتوما دابا عندي جوج الاشكال، يعني بجوج البيضات كما قلت لكم، جوج البيضات كبار، يعني غيخرجوا لكم هذه الكميه في وقت وجيز، وكنتمنى تجربوهم. بالنسبه للطياب غادي تسخني الفران وغادي تدخليها وغادي طيبيها الطياب عادي كيف الطياب الكيك العادي. بالنسبه للغاز غادي تشعلي غير من التحت حتى كتبان لك بدات كتطلع، صافي كتطفي من التحت وتشعلي من الفوق حتى تحمر. الا كان عندك ديال الضوء غادي ديريها 180 درجه، غادي ديريها من الفوق من التحت وديريها في الوسط تاع الفران. وهذه تاع الكونفيتير اللي خشيت فيها الكونفيتير في الوسط. شوف كيفاش جات رطبه وهشيشه، كنتمنى تجربوه. هانتوما البنات قسمت وحده، شوف كيفاش جات من الداخل، شوف ها، شوفوا كيفاش رطبه، يعني هشيشه ورطبه. هانتوما البنات ها النتيجه كيفاش جات زوينه. هادو مازال تقدروا تذوقوهم من الفوق، ديروا لهم دوبوا الشكلاط وديروا واحد الخطوط، يعني ديروا اي شكل بغيتو، اي زواق بغيتو تذوقوا بهم. هادو خلاص راه بالشوكلاط، يعني جاو حتى هما زوينين، المنظر ديالهم غزال كيشهي. ايوا مع واحد البريريد ديال اتاي ولا قهيوه ولا عصير
كل واحد شنو كيبغي في العشيه. هكا يدخلوا وليداتكم من ليكول يلقاوكم موجدينهم ليهم، وكنتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما تبخلوش عليا كيف العاده باللايكات باللي كومونتير ديالكم الزوينين. ومن هنا الفيديو اخر خليت لكم الراحه.